احنا داخلين على مرحله جديده يا صديقي. الاي اي فيها مش بيطلع صور فيديوهات بس، ده بيبني براندات كامله. ولو انت كرييتور او بتطلع صور او فيديوهات بالاي اي لازم تستخدم الكاركتر شيت دي وتستخدم البايب لاينز دي علشان تسهل اكتر الورك فلو بتاع الشغل بتاعك وتطلع كواليتي عاليه جدا. تابعني، انا حاليا بشرح كل ادوات الاي اي بشكل عملي جدا. دلوقتي هيكس فيلد مهتمه بالاي كوميرس والاعلانات بتاعه الديجيتال ماركتنج، منزله تحديثات جديده هي حرفيا بتبلع الاي كوميرس ماركت بكل تفاصيله. انا هعرض لك سريعا كده التحديثات دي بشكل مختصر، ولو حابين ان انا اعمل فيديوز مفصله عنها قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله نعمل فيديوز مفصله عن كل تحديث. الاد ريفرنس ودي اخطر حاجه، دي بتخليك تاخد اعلانات فايرال اصلا اوريدي وبترفعه وبتعمله لك تاني بالمنتج بتاعك والبراند بتاعك. الماركتنج هوكس ودي باينه من اسمها، يعني دي الهوك بتاع الفيديو. اول 3 ثواني او 4 ثواني من اي فيديو، اهم 3 ثواني او 4 ثواني في اي فيديو هم اول 3 ثواني، هم اللي بيشدوا عين اللي بيشاهد او اللي بيعمل سكرول ان هو يقف على الفيديو بتاعك. وهي هنا بتدي لك الهوك اللي هو فعلا يبيع المنتج بتاعك ويوقف المشاهد على المنتج بتاعك. اما السي ال اي بلس الاي اي سكيلز دي عامله زي حاجه زي الاوتوميشن كده، بتخليك تعمل حمله او كامبين كامله او اي حاجه بضغطه زرار او بسطر صغير. احنا حرفيا دلوقتي دخلنا الاي اي ماركتنج اللي بيخلي اي براند مهما كان ميزانيته محدوده يبان ان هو براند عالمي. لو في اي اداه من الادوات اللي انا قلتها دي يا صديقي حابب ان انا اعرضهم بشكل مفصل واعمل فيديو مفصل عنهم، اكتب لي في الكومنتس وانا هعمل ان شاء الله فيديو مفصل عنه. اتاكد ان انت تبقى موجود على قناه تليجرام علشان خاطر ان شاء الله هو هيبقى فيها تحديثات قويه جدا، وانا بنزل فيها كل الورك فلوز بتاعت الفيديوهات اللي فاتت وبرومبتس لصور او فيديوهات، هشير فيها كل حاجه ان شاء الله. ودي قناه مجانيه هشير فيها كل حاجه بشكل مجاني. تمام، مع السلامه.